سيداتي محبين متابعين في كل مكان وزمان، طابت اوقاتكم. هذه احلى تحيه هنا من ارض الفيحاء، من ارض الثقافه والفنون، ارض الضيافه والكرم، انها ارض السياب. نعم، في ملعب البصره نحييكم مهيمن الابيض. هذه احلى تحيه ضمن بطوله غرب اسيا لكره القدم، ومباراة اليوم من إطار خاص تماما. هذه البطولة تحت 19 عام من هذا الملعب، ملعب جذع النخلة الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج بحضور جماهيري رائع في هذه الليلة ضمن مباراة الدور الشبه النهائي من المجموعة الأولى بقيادة حكم المباراة الشيخ أحمد علاء الدين. وهذه الصافرة التي سوف تنطلق بعد لحظات. نبدأ بتشكيلة منتخبنا الوطني حقيقة في حراسة المرمى بالنسبة إلى أبناء الرافدين: حسين حسن في خط الدفاع، ناصر إيفان، علي فاضل. وهذه المباراة أيضا هناك ننوه حقيقة بالنسبة إلى المباراة النهائية، انتقلت إلى بغداد، إلى العاصمة الحبيبة في هذه الدقائق. ملعوب الكرة الآن، هذا هو علي عمر. كرة ملعوبة الآن عالية لصالح أسود الرافدين. هنا المحاولة. نعم، جمهور الحاضر، هذا الجمهور المتعطش، الكبار حاضرين وهم حقيقة الخير والبركة. الصغار جاءوا إلى هذا المدرج. الله، طفل حاضر إلى هذا الملعب وبهذا البرد وبهذه الأجواء. هذا دل على شيء حقيقة، دل على حب الوطن وحب هذا القميص. الكل حاضر هنا. هنا تسديد، الله، ومرة أخرى لصالح منتخبنا الوطني. ونعم، حكم المباراة ماذا يقول؟ أحمد علاء حكم المباراة. الجمهور العراقي الآن الكل يطالب بركلة جزاء في هذه الدقيقة، وتوجيهات من العمدة عماد محمد. يلا يا شباب، الله 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 على لوحة. شوف هنا اللقطة، وبالتالي التسديدة والملاحقة على الكرة. ووين وين وين، والله بها ركلة جزاء، والله بها ركلة جزاء. شوف هنا اللقطة الماضية والتغطية، ولكن عرقلة من الحارس مالك عباس. شوف وماذا يقول حكم المباراة الآن؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ نعم، ركلة جزاء إن شاء الله لصالح أسود الرافدين. الفرحة العراقية الحاضرة الآن، الهدوء الذي يسبق العاصفة. العمدة الآن ينتظر، وفي هذه الدقائق الآن وركلة الجزاء. هنا المحاولة، الله، هدف عراقي. نعم، في هذه اللحظات، في هذه الدقائق، عبد الرزاق، عبد القادر. نعم، عبد الرزاق هو من يأتي بهذا الرزق في هذه اللحظات. الفرحة العراقية، هذا هو أمامنا في الصورة كان عبد الرزاق صاحب الهدف. الفرحة العراقية الآن، والعمدة عماد محمد نعم يقول لهم الآن في هذه الدقائق: يجب أن نعاود الكرة يا شباب، يجب أن نعاود الفوز. الهدف يجب أن يكون هدفين في اللقطات المقبلة إن شاء الله، في الدقائق المقبلة. كرة ملعوبة الآن، هدف لصالح عاد حب الوطن. هذا ما له مثيل مثل ما يقول. دقيقة 19 أو دقيقة 20، وكان أمامنا في الصورة حسام يونس. كرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب الفلسطيني. عدت من النبراسي. نعم، عدت ومرت بسلام في هذه الدقائق. سلامات إن شاء الله إلى حسين حسن. نعم، لاعب شاب، لاعب مهم، هو من حقيقة أحدث الفارق في هذا الشوط. كرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب الفلسطيني. هنا المحاولة، شوفون النقلات، حذاري من محمد صدوق. الله
الله الله الله الله الله، خلصها المحارب. ايضا واحد من اللاعبين الشباب صغار لكن بعطاء الكبار. شوف هنا اللوحة الجميلة، لوحة الفيحاء، لوحة هذا الملعب الذي يكتمل بأقدام هذا الجيل الرائع، الذي يكتمل بأقدام هذا الجمهور المهم والحاضر منذ بداية البطولة. كرة ملعوبة الآن عند أزهر، البحث عن الزميل. شوف هنا الانطلاقة، ولكن مرة أخرى عند أزهر. هنا التسديد، وين يا أزهر، وين يا أزهر. ولكن إن شاء الله الدقائق القادمة إن شاء الله يا شباب يجب التركيز. وجمهور الآن العمدة حارس المنتخب الفلسطيني وبلند، ويشير إلى وجود اللاعبين هنا المساندة. الله 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 الله. من سوف يكون في هذه اللحظات؟ والله أنا متفائل بوجود هدف ثاني إن شاء الله. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، المحاولة ملعوبة الكرة الآن لصالح منتخبنا الوطني، وهنا التسديدة. وين مكان مهم في هذه الدقائق. رمي التماس الآن لصالح أسود الرافدين. هنا المحاولة. الله 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 يا عبد القادر أيوب. وهذه اللقطة، الله الله على لوحة، الله على جمال هذه الصورة بالنسبة إلى أبناء الرافدين. الجمهور العزيز، الجمهور الغالي يحيي حقيقة شاشة العراقية الرياضية، وفي هذا الوصف التفصيل من أحداث هذه المباراة. إذن الله، شوف السجود الحاضر، وهذه اللوحة سيداتي سادتي محبينا متابعينا في كل مكان وزمان. والشوط الأول ينتهي بتقدم عراقي واضح، التي ينتظرها عشاق الأسود في هذه. شوفنا اللقطة الماضية عن قيس طه، ولكن الفاصل أيضا مهاري بالنسبة للاعبي المنتخب الفلسطيني، يجدون المهارة الفردية. كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، ولكن ماذا يشير حكم المباراة؟ إلى استمرارية اللعب. أحمد علاء الدين. مباراة صعبة إلى الآن لأسود الرافدين على اللاعب قيس طه. شوف اللقطة الماضية، ولكن الإعادة والكرة ما بها شيء حقيقة. وممتازة التغطية من كاظم، ومباراة رائعة. وفي هذه البطولة المهمة، بطولة غرب آسيا للنسخة الثانية الذي يحتضنها ملعب الفيحاء. كرة ملعوبة الآن إلى الناحية اليمنى. هنا المحاولة عن طريق أسهر. الله لو اكتملت الصورة يا أسهر، الله لو اكتملت الصورة لكان حقيقة سهر الليالي اليوم حاضر. الله، شوف 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 هنا الانطلاق. الله، لاعب شاب ولكن سدد بيمناها. إذا 63 دقيقة، شوط مغاير تماما بالنسبة إلى أسود الرافدين. شوف هنا اللقطة الآن، اللقطة بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني وعلي الشوقان. هنا تسديد، الله من بلند. هنا اللحظة، الله، بلند كاد أن يسجل حضوره في هذه المباراة. بلند كاد أن يكتب اسمه في هذا اللقاء. شوف بلند، الله، بلند عمر يا ولد يا ولد يا لعيب. الله يا بلند. تخلص عن طريق عبد الرزاق مرة أخرى. هنا المحاولة في وسط الملعب إلى أسهر. يا سلام على الاستلام، عبد القادر أيوب. يلا يا عبد القادر، المحاولة إلى بلند. يلا يا بلند مرة أخرى، المحاولة من نصر. هنا التسديد، الله، كاد أن يحرز النصر. ملعوبة لصالح منتخبنا، لكن تقطع بالنسبة للمنتخب الفلسطيني. كرة ملعوبة الآن وضغط عراقي إلى الآن. كرة ملعوبة من بلد عمر إلى أسهر. الله، أسهر ما زالت. هنا المحاولة، الله، فرحة
هستيريا، مشهد دراما. الله، نعم، ضغط عراقي متواصل بهدف ثاني قاتل. الله 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 الله، من أسهر هو من جعل الليالي الآن تسهر، الجماهير تسهر يا أسهر، سجدة للمولى. وفي هذه اللحظات الهدف الثاني، الله يا أسهر علي. في هذه اللحظات شوف 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 النقلة من بلند يا ولد على هذا الولد انه بلند. نعم، شوف اللقطة، شوف الاستلام على طريقة الكبار. الله الله الله، شوف المتابعة للكرة وبالتالي أسهر. نعم، اليوم سوف يجعل الجماهير تسهر وتغني، تقول أن العراق قد فاز في هذا اللقاء، أن العراق إلى الدور النهائي إن شاء الله هناك في بغداد. افرح يا ولد، افرح يا أسهر، وحقك تفرح إن شاء الله بفرحة الجماهير. هذا اللي فرح الجماهير اليوم يفرح، وإن شاء الله دومك تفرح يا ولد. أسهر في هذه الدقائق واحد من اللاعبين الشباب، واحد من اللاعبين المهمين حقيقة في هذه المباراة. إذن الآن عدد الجمهور ما شاء الله 51,823